في سنة 1943 في عز الحرب العالمية الثانية كان الحلفاء عايزين ياخدوا صقلية، لكن المشكلة هنا يا صديقي إن هتلر متوقع الهجوم وقاعد مستنيهم. كان لازم يعملوا حاجة مجنونة جدا، خطة فيها خداع يخلي هتلر يغير تفكيره ويرتبك. وفعلا المخابرات البريطانية عملت حاجة العالم كله وقف عندها، خدعوا هتلر بجثة ميت، جثة حقيقية لإنسان ميت فعلا، لكنهم زوروا له هوية جديدة، كتبوا له خطابات، عملوا له قصة وهمية ولبسوه بدلة ضابط ورموا الجثة على سواحل أسبانيا. والهدف إن الألمان يلاقوا الجثة ويصدقوا فعلا إنها الضابط حقيقي مات وهو في مهمة سرية. الخطة كان اسمها عملية منسنيت، وكانت عبارة عن جثة لشخص اسمه ويليام مارتن، ضابط عادي جدا في البحرية البريطانية، ومعاه أوراق سرية بتقول إن الحلفاء هيهجموا على اليونان مش صقلية. الجثة اتغسلت على شواطئ أسبانيا، والأسبان سلموها للألمان، والمخابرات الألمانية فعلا أكلت الطعم وصدقت إنه الهجوم هيكون على اليونان. هتلر نفسه أمر بتحريك قوات من صقلية لليونان، وفي اللحظة دي الحلفاء نزلوا على صقلية وخدوها بسهولة جدا. العملية دي غيرت مسار الحرب العالمية الثانية. بسبب جثة هتلر خسر آلاف الجنود، وخسر واحدة من أهم قواعده العسكرية في البحر المتوسط. والأغرب إن الجثة دي كانت لشخص مات بسبب تسمم وكان مشرد ومحدش يعرف أصلا قصته، بس بعد وفاته أنقذ العالم. فهل ممكن إنك تكون شخص عادي وبدون ما تعمل أي حاجة في حياتك تسيب أثر يغير التاريخ، ولا كل شيء كان محسوب بدقة من ناس قرروا يستخدموا جثة في أكبر خدعة في القرن العشرين؟ لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، لأن اللي جاي أغرب بكتير. سلام.